علشان كده بشوف انت مش هتشوف سر الثراء اللي بيخلي الناس دي تنجح، ومحدش هيقول لك عليه. ايه هو طيب سر الثراء؟ انك تلتزم ناحيه فكره واحده لف... لفتره طويله، كذا سنه. انت هتعمل بيزنس في مجال معين، قعدت سنه سنتين، خدت خبره فيه، بدات تشتغل فيه، مش تروح تنقل على بيزنس تاني، لا، افضل 3 4 5 سنين في البيزنس ده، هتلاقي نفسك بدات تعمل منه ثروه. تمام. وركز على ده لحد ما خلاص. هو في صوت يا روضه، في صوت انا مش عارف جاي منين. فانت هو ممكن ممكن يا يكون روضه جاي من تعملي عندي انا. ميوت ازيك يا لو دكتور؟ حد فتح المايك. ازيك يا استاذ احمد، عامل ايه يا باشا؟ الحمد لله، ولا الحمد يهمك لله يا على حبيبي. السلامة. الله يسلمك، ولا يهمك. حبيبي انا اسف. اتفضل. لا يا حبيبي، ولا يهمك خالص. فاحنا عايزينك فاتح المايك عشان تشارك، ماشي؟ يعني ما تاخدهاش حاجه وتقفل المايك. تمام. لا لا لا، انا فاتح رب... المايك. ربنا يخليك. ماشي. فالثراء ان انت تسلم. دي قاعده في دماغك، الثراء ان انت تلتزم ناحيه فكره واحده لاطول فتره ممكنه. تمام. ده اللي بيعمل الثراء. تمام. مش قصه ان انت تطلع من حاجه لحاجه، لان انت ما بتلحقش تاخد خيرها، واحنا قلنا ايه؟ ما تنقلش على غيرها الا لما تاخد خيرها. تمام. برضو مش معنى ان قابلتك مشكله في البيع مثلا في المجال اللي انت شغال فيه مثلا، اروح اجري على مجال تاني. ما هو المشكله في مهاره البيع نفسها، مش في المجال. طالما في ناس شغاله في المجال ده وبتكسب، بقى المشكله مش مشكله سوق ومش مشكله مجال، دي مشكله مهاره معينه، او مشكله معينه انا اشوف سببها ايه واحلها، لان عارف هترجع تاخد الطريق كله وتعطل عند نفس المشكله تاني هناك في المجال الجديد. يعني هديك مثال، لو الكهرباء قطعت عندك يا استاذ احمد الساعه 1 بالليل، مش بتقدر تقوم تروح امم. المطبخ وتروح الحمام، تطمن على الاولاد، الكلام ده كله، حتى لو مفيش نور. ايوه. لو انت عندي ضيف في البيت بتاعي والكهرباء قطعت الساعه 1 بالليل، هتعرف تتحرك في البيت؟ مش هعرف اتحرك من مكاني طبعا. فهي نفس الفكره، المشكله اللي مش مم. هتحلها في البيزنس او في المجال اللي خبرتك فيه، مش هتحلها في المجال الجديد، بالعكس هتعطلك. كل مم. اللي هتخسره ان انت مثلا لو بقالك 4 سنين في مجال، على ما تنقل مجال تاني هترجع تشتغل فيه 3 4 سنين كمان على ما تقابل المشكله هي وتعطل برضه. يبقى ضاع منك ايه؟ ضاع منك المجال بتاعك، وضاع منك اربع مم. سنين كمان. لو انت بقى كنت استثمرتهم في المجال القديم، كان يبقى خبرتك في المجال القديم 8 سنين. تمام. فالثراء بيحصل مم. لما حد بيلتزم تمام. ناحيه امازون. ده من سنه 1995، من التسعينات. انت بتشوفه النهارده، بتشوف النهارده اللي طلع ده وهو عمال ينوع في مصادر الدخل بتاعته في البيزنس بتاعه الكلام ده كله، بس ما شفتش ال 20 سنه اللي قاعد قافلها على نفسه في مجال معين. تمام. طيب. مم. عشان كده هتلاقي ان كل واحد مظبوط. ثري اتشهر في البدايه، مثلا اول ما اتشهر بحاجه معينه، الفكره دي هتلاقيها خدت منه وقت طويل جدا، وهتلاقيه لحد النهارده حتى بعد ما نجح وبعد ما كسر الدنيا مركز مع الفكره دي لسه. تمام. طيب.